السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نخلل مع بعض الزيتون اللي بنخلله من السنة للسنة. انا مامة مودي ودي قناتي مطبخ مامة مودي. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة. تعالوا بقى نخلل مع بعض الزيتون بطريقة اقتصادية وسهلة جدا. ده حوالي 2 كيلو او 2 كيلو فعلا زيتون. طبعا انواع الزيتون كتيرة في السوق، انا بخلل بطريقة واحدة. دلوقتي انا في حاجات كتير كنت بحطها وقفت قدامي مش موجودة، عادي استغنيت عنها، والزيتون باذن الله هيبقى تحفة برضو. تمام. انا كده نقعته في شوية مية عادي زي ما بننقع اي خضار علشان الاتربة ولا اي حاجة موجودة عليه. نقعته شوية في شوية مية ومعلقة خل صغيرة كده زي ما بننقع اي خضار او فاكهة. تمام. الغسيل العادي، مش هننقعه النقع اللي هو بتاع المرارة والكلام ده كله، لا، ولا هنفتحه ولا هندقه زي ما كل الناس بتعمل. اتضح ان بعد كده كل ده ما بيفرقش في المرارة بتاعة الزيتون. كده خلاص غسلته وبقى زي الفل. تمام. هنجيب حوالي نص كيلو جزر لل2 كيلو زيتون. حوالي نص كيلو جزر هنبشره كويس قوي. وفي تكايه كده انا عملتها بس ما بانتش هنا لان كانت حبه قليله. لو عندكم موجود تمام. بصوا الزيتون يحب العصفر، حبه البركه لو موجود. انا كنت بعمله كده فعلا، بس انا ما عنديش حبه بركه ولا عندي عصفر. تمام. هريسه شطه لو موجوده عندك تحطي معلقه هريسه شطه. عندك قرون شطه كده حاميه. تمام. كل ده ماشي. طبعا بجيب حوالي نص كيلو ليمون. بعصر نص كيلو، يعني بعصر حوالي نص كيلو او اقل من نص كيلو شويه. بعصره مش بعمله على الخلاط. وكم وحدايه كده بقطعها شرايح. تمام. هنجيب بقى بشر الجزر المبشور ما عندنا. زي ما قلت لكم اللي عنده عصفر حبه البركه. تمام. الكيلو زيتون بياخد 5 معالق ملح ناعم عادي. مش بقول لكم انا مشيت الدنيا بحاجات دي البيت وتحفه بجد. اللي عايز يحط ملح خشن كمان يحط للحفاظ على الملوحة بتاعة الزيتون، يحط كام معلقة، 4 معالق مثلا ملح خشن معاه عادي مش بيدوب. بعد كده شوف بقى انا كنت بعمل ايه. يعني ممكن تحطوا فلفل حامي متقطع اللي حابب يضيف يعني الحاجات دي، لكن انا خليته بالطريقة دي بس. الملح وهدعك بقى الزيتون في الجزر والملح كده زي ما انتوا شايفين، بدل ما احط راق وراق وراق زي ما بنعمل. لا، انا قلت دي طريقة كده بسرعة اقتصادية وهنعملهم بالطريقة دي. طالما الزيتون موجود عندي الصراحه خفت يبوظ ومش جاهزه ان انا انزل اجيب حبه البركه وبقيه الحاجه مش موجوده، فقلت خلاص هخليهم بالطريقه دي. وكذا حد شفته عامل كده برضو على فكره. تمام. هنحط بقى الزيتون مع الجزر مع الحاجات دي كلها، ونكون معقمين البطرمان اللي هنحط فيه الزيتون. بطرمان بلاستيك او ازاز الموجود عندك، بتعقميه بمعلقه خل على اي فوطه كده نظيفه عندك او مناديل مطبخ، وتلفيها في البطرمان كله كتعقيم، او تغسليه بميه سخنه قوي وتسيبيه ينشف. تمام. هنعمله كله نقلبه كله كده في بعضه بحيث ان البشر الجزر يوصل والملح يوصل لكل الزيتون. تمام. كده احنا معانا كيلو زيتون بياخد 5 معالق ملح ومعلقتين ملح خشن، اللي حابب يحط ملح خشن. دول 2 كيلو، فانا حطيت 10 معالق ملح ناعم عادي اللي احنا بنستعمله العادي. بس بندلكه كده شوية علشان خاطر نضمن الملح وصل لكل زيتونة. الملح والجزر وصل لكل زيتونة فيها، فانتي اعملي كده عادي. واللي ممكن تسيبهم شوية كده، يعني ممكن ربع ساعة مثلا عقبال ما تجهزي البطرمان اللي انتي هتعبي فيه، او هتوزعيهم على كذا بطرمان براحتك كده. طبعا نسيت اقول لكم ان تكون غاليين مية ونسيبها تبرد. تكون عندنا مية مغلية ونسيبها تبرد. هنضيف المية لغاية ما نغطي بيها الزيتون. تمام. كده حطيت شرايح ليمون من تحت. كل ما تحطي شويه حطي شويه شرايح ليمون. وعلى فكره ممكن تحطي قشر الليمون اللي انتي عصرتيه برضو عادي. هنبدا بقى نضيف الحاجات دي كلها. الميه تكون غليناها وتبرد، ونحط عليها معلقه خل، وانا بحط ربع معلقه سكر. تمام. وممكن تضيفي بقى على الميه الليمون، او تضيفي الليمون العصير الليمون اللي انتي عصراه، يا اما تحطيه على الزيتون كده مباشره، يا اما تحطيه على الميه المغليه اللي سبتيها تبرد. كده هنبدا نعبي الزيتون كله. طبعا البطرمان ده مش هياخد كل الكميه، فانتي على حسب، لو عندك بطرمان ياخد الكميه كلها تمام بتحطي في بطرمانات عشان تفتحي. تمام.
وان شاء الله هنفتحه وهوريهولكوا عامل ازاي. انا جايبه برضو الزيتون التفاحي الاخضر، هخلله برضو، بس هحط عليه زعفران وحبه البركه. كده خلاص، كده البطرمان ده كده يعتبر كده خلاص اتملى. هننزل عليه بشويه عصير ليمون والميه لغايه ما نغطيه بالميه، الميه المغليه اللي سيبناها تبرد. حطي كده شرايح، لو عندك فلفل حامي هتحطيه، تقطعيه 2 كده وتحطيه، او تحطيه كده سليم. تمام كده بيبقى المنظر بتاعه. هنضيف بقى الليمون والميه، هو شكله كده اساسا يفتح النفس. كده هنجيب كده الميه عليها الليمون، هنضيف الليمون والميه لغايه ما نغطيه، وبعدين هنحط معلقه زيت. هنحط كام معلقه زيت كده على الوش، معلقتين زيت مثلا، ونقفله بقى بطريقه كويسه بحيث ان هو يكون محكم الغلق، يعني يكون مقفول كويس جدا. كده حطينا عليه الزيت كده تمام، ملح مظبوط، والمراره بتاعته بتبقى زي الفل، مفيهوش اي حاجه. لو بيقفل كويس تمام، مش بيقفل كويس تحطي كيس بلاستيك كده من كيس التلاجة وتقفلي عليه بالغطا، وتقلبي بقى تقلبيه. يعني بقعد يومين واقلبه كده فوق الغطا كده بقلبه، وبعد كده ارجع اعدله تاني، وتركنيه بقى في عندك في المطبخ في حته تكون متداريه كده. جربوه بقى بالطريقه دي وهتاكلوا احلى زيتون باذن الله. طريقه سهله وبسيطه، والمكونات اللي موجوده عندي في البيت ما عقدتش نفسي، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى، سلام عليكم.